الذي رفع السماء بلا عمد دعاكم هيستجاب، وهتشوفوا أمنياتكم واقع بين إيديكم، لدرجة هتبصوا للسماء وتقولوا سبحانك ربي ما أعظمك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صدقت يا رب العالمين لما تلاقي أحلامك بقت واقع بين إيديك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ده يوم عظيم واحنا مستنيينه فارغ الصبر، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا إياه ويجعلنا فيه من المقبولين ويوفقنا للدعاء فيه، لأنه يوم بيغير مجرى الحياة. اتكلمت معاكم تفصيليا عن اليوم ده، تفصيليا، عارفين بمعنى كلمة تفصيليا، ولكن النهارده هيكون جدول عملي في صورة نقاط هنتكلم عن هنعمل ايه في اليوم ده، علشان انا مش عايزة اطول عليكم. ايا كان الدعاء ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم، اطلب من رب العالمين وعظم المسألة، اطلب اللي نفسك فيه بلا حدود وبلا سقف. الجدول العملي اللي احنا هنمشي عليه في عرفة، انا بقول لكم اسماء، والعياذ بالله من كلمة أنا، يقينا يقينا اللي هيعبد الله وهيعمل العبادات الجميلة دي. وسامحوني أنا صوتي مرهق شوية عشان أنا صايمة، ليس رياء والله، ولكن أنا خلاص يعني المغرب قرب يأذن وأنا الباور بتاعي تقريبا أوشك على الانتهاء، يعني زيرو تقريبا. بس حبيت والله أسجل لكم الفيديو ده علشان عايزاكم تستفيدوا، وبشجع نفسي وإياكم لأني أحبكم في الله، بحب كلماتكم الطيبة، بحب دعائكم ليا، بحب حبكم ليا. ربنا يديمكم نعمة جميلة في حياتي. يلا بقى يا أسماء ندخل على الجدول العملي، بلاش كلام كتير. الجدول العملي في صورة نقاط. أول حاجة هنقيم الليل قبل فجر يوم عرفة، صلي ولو ركعتي الشفع والوتر. تاني حاجة هنصلي ركعتين توبة، عايزين في اليوم ده نعلن التوبة والخضوع لله عز وجل والندم. شروط التوبة الرجوع إلى الله والندم على ما فعلنا والعزم عزما أكيدا أننا لن نعود إلى المعاصي أبدا، عشان نبدأ يومنا على نظافة زي ما بيقول. وربنا سبحانه وتعالى رب القلوب ومطلع على قلوبنا، لو لقى في قلوبنا صدق التوبة أبشر. نصلي الفجر، ربنا سبحانه وتعالى بيحبك تأدي الصلوات المفروضة كما ينبغي أن تكون، بخشوع وبحضور قلب وبسكينة. بعد الفجر هنقول الأذكار بتاعتنا اللي هي مفروض جزء لا يتجزأ من يومنا، أذكار الصباح والمساء. لو احنا لينا ورد من الصلاة على النبي هنكمله، مثلا وليكن على سبيل المثال وليس الحصر 1000 صلاة على النبي، 1000 استغفار، عدد من الحوقلة، عدد من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي عدد من الأذكار اللي هي معروفة. أنا عايزة اليوم ده يكون لعبتين أكتر حاجة إحنا هنركز عليهم. هنقرأ وقتنا اليومي من القرآن الكريم، عايزين نملى اليوم ده بعبادات وطاعات مع نظافة قلوبنا من أي شيء يغضب الله عز وجل. نحاول إن إحنا نطلع صدقة في اليوم ده، الصدقة بتطفئ غضب الرب، الصدقة من الأعمال والقربات العظيمة لله عز وجل. لو جنيه ولو ريال ولو درهم، أي عملة أي عملة في دولتكم ولو أيسرها أو أقلها طلعوها صدقة. ربنا سبحانه وتعالى بعد أي عمل صالح بيقبل الدعاء، ركزوا معايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وخاصة بقى يوم عرفة. اليوم ده يوم مغفرة وعتق من النيران، فلما ربنا يغفر لك هيعطيك سؤلك في هذا اليوم. ومن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا أو عبدا من النار من هذا اليوم، إنه ليدنو ربنا سبحانه وتعالى ويتنزل في اليوم ده نهارا للسماء الدنيا. رب العالمين جل جلاله نزل السماء الدنيا يباهي بيك الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء، فيباهي الله عز وجل بأهل عرفة وأهل الأرض جميعهم ملائكة السماء. عايزين ربنا سبحانه وتعالى يوم يطلع علينا ويباهي بينا الملائكة، يلاقينا في عبادات، يلاقينا منكسرين لله عز وجل، حتى واحنا صايمين كده وتعبانين ومرهقين بنيجي نقول يا رب في عز انكسارك لله عز وجل ترفع ايدك لله عز وجل وتطلب منه اللي انت نفسك فيه، حاشاه سبحانه وتعالى يردك. أهم عبادتين إحنا هنكثر منهم في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، يبقى اليوم ده مخصوص للدعاء. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم وقال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل، كل نبي نزل بشريعة من الشرائع ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. كل نبي جه يدعو لوحدانية الله عز وجل،
من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طول اليوم هنفضل نقول الذكر ده اللي خيراته عظيمة، واتكلمت معاكم عنه كتير جدا جدا. تاج الذكر أو الحرز حاملي عدد منه، وتطلع من قلبي بصوت خافت زي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصوت الخافت اللي هو المسموع، ليس بالجهري إن هو العالي قوي، وليس بإن هو مش مسموع. عايزين صوتنا نبقى سامعينه عشان نركز في وحدانية الله عز وجل. بعد ما نقول عدد منه نرفع ايدينا واكفنا لله عز وجل، ونطلب من رب العالمين ما نشاء. عارفين ما نشاء، حسينا ان احنا مرهقين شوية من الدعاء، نهدى شوية، نقول الذكر، نقول تاج الذكر، قلنا عدد كويس، نرجع تاني ندعو. خدوا بالكم بقى، بعد الظهر كده أو من بعد العصر خاصة، كل ما المغرب يقرب نرفع إيدينا لله عز وجل وندعي. ادعوا، اطلبوا، وهاتوا الأماني بتاعتكم واكتبوها، سجلوها، وادعوا بجوامع الكلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نلنا بالدعاء ده للناس اللي مش عارفة تدعي، نلنا بالدعاء ده خيري الدنيا الآخرة، وطلبنا من رب العالمين يقينا عذاب النار، فلما يقينا عذاب النار هندخل الجنة مبتغى والغاية. الحاجات دي بعد طبعا ما نحقق الشروط، وهي إن إحنا نعلن التوبة لله عز وجل. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يطيب، قلب حاضر خاشع، ربك عليم ومطلع عليك ومطلع على انكسارك ومطلع على ما في قلبك، يعلم اللي جواك السر وما أخفى، ويعلم سبحانه وتعالى أنت عايز إيه وإيه اللي بتتمناه، ولكن يحب أن يسمع صوتك وانكسارك بين يديه وافتقارك إليه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من فضل ربنا علينا إنه بيديلنا أوقات وأزمنة زي دي علشان نكون متأكدين، يعني زي ما بنقول إن ليلة القدر ليلة غير معلومة. أحاديث وردت إن في بعض الأيام، ولكن هي بصفة عامة يقينا غير معلومة. فإيه ربنا سبحانه وتعالى ترك فيها الاجتهاد للعشر الأواخر من رمضان، ولكن من نعمة ربنا علينا إن هو يوم معلوم. معلوم إن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه للسماء الدنيا، ومعلوم إن العمل الصالح فيها أجر عظيم عند رب العالمين. من ضمن العبادات اللي احنا نعملها هي الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، يكفر الذنوب الصغائر، أما كبائر الذنوب فلا تكفرها إلا التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. زي إيه الكبائر؟ زي الشرك بالله مثلا، فإن الله لا يغفر أن يشرك به لأنه من الكبائر، ولكن يغفر دون ذلك لمن يشاء. وصغائر الذنوب الصيام يكفرها. يعني كل اللي انت عملته من ذنوب صغائر في العام الماضي، متخيل ان صيام اليوم ده يكفر عنك عقاب اللي هيقع عليك، او اللي وقع عليك بالفعل يرفعه عنك. فتخيل لما ربنا يغفر لك الذنوب اللي انت عملتها في السنه اللي فاتت، وتيجي ترفع ايدك بعد غفران الذنوب، ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويعطيك سؤلك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يباهي بيك، مش هيباهي بيك إلا لما يغفر لك. رب العالمين لا يباهي بأهل المعصية والخطايا، ولكن يباهي بهم بعد المغفرة. لما يغفر لك هيعطيك سؤلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، يعني وقاية ليك من الوقوع في المعاصي. وبالتالي انت لما ما تقعش في المعاصي بعد عبادة عظيمة زي عبادة الصوم، ربنا سبحانه وتعالى يوم ما تقول له يا رب أعطني مسألتي هيعطيك. بالإضافة إلى إن الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يباعد وجهك عن النار 70 خريفا، أو يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. الأجمل والأجمل إن رب العالمين قال: إلا الصوم فإنه لي. يعني عبادة الصوم عبادة خالصة لله عز وجل. ربنا وكل الأجر له سبحانه جل في علاه، ولم يوكل الملائكة بكتابة الأجر. متخيل لما رب العالمين اللي من صفاته إنه الكريم المعطي الوهاب يكتب لك أجر صيامك، أنت متخيل بقى الأجر بتاعك هيكون عامل إزاي؟ فاليوم ده يوم عظيم زحموت الطاعات، وزي ما قلت لكم أهم عبادتين في اليوم ده عبادة الدعاء، وأكثر ذكر أنت تقوله في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو عملتوا اللي أنا بقول لكم عليه ده من غير أي تعقيد ومن غير أي ضغوطات ومن غير أي تكليف، بكل بساطة، والذي رفع السماء بلا عمد دعاكم هيستجاب،
وهتشوفوا أمنياتكم واقع بين إيديكم، لدرجة هتبصوا للسما وتقولوا سبحانك ربي ما أعظمك أمن يجيب المضطر إذا دعا. صدقت يا رب العالمين. لما تلاقي أحلامك بقت واقع بين إيديك، واللي هيتأخر من أحلامك اعرف إنه لسه مش مناسب ليك، بس جاي ليك. وأكتفي بهذا القدر، فدائما ما أقول إصبع تشير خير من باع يعجز عن الأحد. أحبكم جدا جدا في الله يا طيبين، وإن شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية على خير. ألقاكم على خير وفي رعاية الله.